هنسمي اللعبة ونبدأ تاني درس عندنا في الجغرافيا، وهو بعنوان الراعي والثروة الحيوانية والسمكية في العالم. ففي الدرس ده احنا هندرس حاجتين بالظبط. أول حاجة هو النشاط الرعوي، نعرف تفاصيله بقى والأماكن اللي بيتم فيها وأنواع الرعي والحيوانات كمان وأهمية الثروة الحيوانية. تاني حاجة هندرس الموارد الحيوانية، اللي هي الحاجات اللي هنبدأ ناخدها من الحيوانات، سواء بقت نصنعها أو ندخلها كمنتجات غذائية أو كده. فبيبدأ عندنا هنا الدرس بالنشاط الرعوي. النشاط الرعوي ده بيرتبط بتربية الحيوانات. طالما انت بتربي حيوانات فبسميه ده نشاط رعوي. طب بتربها فين؟ بتربها هنا في مناطق الحشائش في العالم، يا الحشائش القصيرة اللي هي بنسميها الستيبس، ودي طبعا حشائش معتدلة، يعني بتنمو في المناطق اللي بتعتدل فيها درجة الحرارة، او الحشائش الطويلة اللي هي السافانا. الحشائش اللي السافانا دي طبعا حشائش طويلة وبتتدرج في الطول حسب كمية المطر، يعني طولها بيقف على نسبة المياه اللي بتوصل لها. بينزل مية كتير او مياه كتير تلاقيها بتفضل تطول، انما لو مفيش مية بتلاقيها حشائش قصيرة. انواع الرعي في العالم بقى عندي دلوقتي نوعين من الرعي. رعي بنسميه الرعي البدائي او التقليدي، والرعي التجاري. هنبدأ ناخد تفاصيلهم بقى دلوقتي. اول نوع هو الرعي البدائي او التقليدي. ده راعي يمارس غالبا سكان المناطق الصحراوية، هم اللي بيشتغلوا بالنوع ده في مساحات واسعة بقارات العالم. بتلاقي عدد كبير من سكان الصحراء بيشتغلوا بالنوع ده، لان طبعا بيتم في مساحات واسعة كبيرة في مناطق صحراوية في اغلب قارات العالم. عندك مثلا مناطق الصحاري الحارة، طبعا ده 3 انواع، مش حكاية ان هو رعي بدائي فخلاص يبقى صحراء، لا، ده بيتمارس في مناطق مختلفة من الصحاري. في صحراء حارة مثلا زي شبه الجزيرة العربية وبادية الشام، والمنطقتين دول موجودين في اسيا. شبه الجزيرة العربية هناك المنطقة بتاعت صحراء شبه الجزيرة العربية، السعودية واليمن والدول اللي هناك دي. وبادية الشام يعني في شمال بقى عند سوريا ولبنان والدول دي. كمان بيمارس في شمال افريقيا في منطقة الصحراء الكبرى، دي طبعا منطقة صحراوية كبيرة بيشتغلوا هناك بالرعي البدائي. كمان بيمارس في دول وسط آسيا، حيث الصحاري المعتدلة. وفي صحاري حارة وفي صحاري معتدلة، أيوة طبعا. الصحاري المعتدلة دي موجودة في وسط آسيا، الدول اللي هناك بيقوم فيها الرعي البدائي. تالت مكان هو صحاري التندرا الباردة. صحاري التندرا الباردة اللي هو في إقليم التندرا، يعني في شمال آسيا بقى، في شمال أوروبا، هناك بيتربى حيوان الرنة وفي حيوانات تانية طبعا هناك. فدول 3 مناطق موجودين فيهم الرعي البدائي. طيب تعال نتعرف على شوية خصائص للنوع ده من الرعي. الرعي البدائي ده بيقول لك قل عدد العاملين على حرفة الرعي البدائي في شبه الجزيرة العربية وبادية الشام. عدد اللي بيشتغلوا بالرعي ده البدائي في شبه الجزيرة العربية وبادية الشام بدأ ان هو يقل بشكل كبير. طب ده بسبب ايه؟ بسبب توطين البدو. توطين البدو يعني احنا جبناهم وعملنا ليهم مساكن وقعدناهم فيها، بدل حياة التنقل والترحال اللي كانوا بيشتغلوا بيها دي دايما، فبقى ليهم مكان ثابت، فما بقوش يشتغلوا بالرعي. تاني حاجة تدفق البترول. ظهر في شبه الجزيرة العربية بالتحديد البترول، فسابوا الرعي خالص وراحوا اشتغلوا بالبترول والتعدين بقى واستخراجه وكده، لان طبعا مش هيبقى عندك بترول وهتسيبه، لا طبعا. السعودية مثلا على سبيل المثال زمان كانت طبعا بتعتمد على الرعي بشكل اساسي نظرا للطبيعة الصحراوية اللي هم كانوا عايشين فيها، ولكن مع اكتشاف البترول قل عدد العاملين بالرعي بشكل كبير خالص. طيب في سؤال تاني بيقول لك برضو قلة عدد العاملين على حرفة الرعي البدائي في دول وسط آسيا. الدول اللي هناك اللي في وسط آسيا برضو عدد اللي بيشتغلوا بالرعي هناك بدأ يقل بشكل كبير قوي، وده راجع لانتشار التعليم، بقوا بيعلموا عيالهم هناك فما بقوش بيشتغلوا بالرعي. كمان تغير نشاطهم للعمل بالصناعة والزراعة والخدمات، سابوا نشاط الرعي خالص. قال لك نشاط الرعي ده مش بيحسن لي مستوى المعيشة، مش بيعيشني عيشة أفضل، فاحنا نروح بقى نشتغل بالصناعة ومصانع وآلات زراعة، نزرع ونكسب فلوس، خدمات زي التعليم وزي الصحة وزي الحاجات دي.
فده عندي بالنسبة للرعي البدائي اللي هو بيمارس في مناطق الصحراء، في مساحات طبعا واسعة وكبيرة. طيب النوع التاني بقى من الرعي اسمه الرعي التجاري. الرعي التجاري ده يمارس في مناطق حشائش السافانا أو الستيبس. أي منطقة فيها حشائش بتلاقي النوع ده من الرعي التجاري. عندك صورتين هتشوف ده غير ده خالص. الصورة اللي على اليمين بتاعت الرعي البدائي في الصحراء، الصورة اللي على الشمال بتاعت الرعي التجاري في مناطق الحشائش، حشائش كتيرة، مزارع للحيوانات وهكذا. طيب أكبر دول العالم طبعا في الرعي التجاري هي الولايات المتحدة الأمريكية، موجود فيها الرعي التجاري خاصة في مناطق الاستيبس اللي بتتسمى هناك باسم البراري. طيب في دول تانية زي الأرجنتين، الأرجنتين في أمريكا الجنوبية، زي أستراليا، دي كلها من أهم الدول اللي بيمارس فيها الرعي التجاري. طيب الرعي التجاري ده ليه شوية مميزات. بيعتمد الرعي التجاري على الأساليب العلمية الحديثة، بنستخدم آلات وأجهزة وأساليب حديثة عشان ناخد الألبان واللحوم من الحيوانات. تاني حاجة إن يرعى كل حيوان من الحيوانات في مزارع خاصة دون الاختلاط بحيوانات أخرى. بتلاقي كل حيوان بيتربى في منطقة معينة، يعني في مزرعة مثلا بتبقى للأبقار بس، ما بتلاقيش ماعز في وسطهم، لأ. في مزرعة بتبقى للجاموس بس، في مزرعة بتبقى للأغنام بس، في مزرعة بتبقى للماعز بس، ما بتلاقيش حيوان تاني في النص، لا طبعا. وهنا الحيوان بيتعامل هناك معاملة تقريبا أحسن مننا كبني آدمين، لأن الحيوان هناك بيتوفر له كل الأساليب اللي بتعمل على زيادة الإنتاج. بتلاقي للدكتور الخاص بيه، للآلات المعينة اللي بتنتجها، ليه رقم معين، ليه اسم معين، ليه معاملة خاصة، ليه وقت ياكل فيه، ليه وقت يتعالج فيه. حاجة عظمة يعني هناك. فده بالنسبة للأساليب الحديثة في الرعي التجاري، وإزاي بيتعامل الحيوان أو مميزات وخصائص النوع ده من الرعي. طيب ده بالنسبة للراعي البدائي والراعي التجاري. طيب تعال نشوف مثلا على الخريطة اللي قدامنا مناطق تركز المراعي أو مناطق الراعي يعني عامة. كل المنطقة الصفراء اللي قدامك في الخريطة دي هي مناطق الرعي البدائي اللي هو بيبقى في الصحراء يعني. فبتلاقيه في شمال آسيا، بتلاقيه في شمال أفريقيا، بتلاقيه هناك في أمريكا الشمالية بس في ولاية ألاسكا بالتحديد اللي هي تبع الولايات المتحدة اللي هناك خالص دي. بتلاقيه في شبه الجزيرة العربية زي بدية الشام وشبه الجزيرة العربية. بتلاقيه برضه في وسط آسيا حيث صحاري المعتدلة. دي كلها مناطق موجود فيها الرعي البسيط أو البدائي. اللون الأخضر ده مناطق الرعي التجاري، تلاقيها في مناطق قليلة من قارات العالم. كل المناطق اللي بيبقى فيها حشائش بقى إذا كانت سافانا أو ستيبس، تلاقي مثلا عندك في الولايات المتحدة بقى، في البرازيل، في الأرجنتين، في أمريكا الجنوبية، في قارة أستراليا، أجزاء بسيطة من جنوب أفريقيا، وجزء بسيط فوق بحر قزوين كده بالتحديد، يعني المنطقة الخضراء اللي هناك في آسيا دي المناطق بتاعة الراعي التجاري. فطبعا المناطق دي بتتحفظ لان احنا ممكن يجينا عليها اسئله كتيره قوي في الامتحان ويحدد لي، يقول لي المنطقه دي فيها راعي تجاري ولا فيها راعي بدائي، فانا اكون حافظ الخريطه كويس بقى عشان اعرف اجاوب. تعال بقى نشوف عندي هنا الموارد الحيوانيه في العالم. الحيوانيه يعني الحيوانات بقى. الموارد الحيوانيه هنا بتشمل ايه؟ بتشمل الحيوانات، وبتشمل معاها كمان الدواجن، وبتشمل الاسماك. دول مع بعض كده بنسميهم الموارد الحيوانية في العالم. نبدأ بأول حاجة هي عندي هي الثروة الحيوانية. تعد الثروة الحيوانية هي المصدر الرئيسي لإنتاج اللحوم والألبان. الحيوانات دي هي أهم مصدر لإنتاج اللحوم والألبان، لأن طبعا بتدخل في كثير كمان من المواد الخام المستخدمة في الصناعة. زي ممكن تاخد الجلود بتاعتها تستخدمها في الصناعة، الصوف بتاعتها بيدخل في الصناعة، المنتجات اللي بتاخدها منها زي الألبان واللبن والسمنة والجبنة والحاجات دي كلها برضو بتدخل في الصناعة. هنتكلم طبعا على اتنين من الحيوانات، نوعين من الحيوانات مهمين جدا، طبعا الأنواع كتير بس احنا هنتكلم على أهم اتنين. أول حاجة هي الأبقار. الأبقار هنا هي المصدر الرئيسي للحوم الحمراء لغالبية سكان العالم.
هي ده اللي بيجي منها اللحمة الحمراء لأغلب سكان العالم. تقريبا انت لو معدي على محل جزارة كده، فاللحمة اللي متعلقة هناك هتلاقيها بتاعت أبقار لازم. رقم واحد يعني 99% اللحمة دي بتاعت أبقار، لأن ده المصدر الرئيسي للحوم الحمراء، زائد إنها بتدخل بنسبة كبيرة جدا في التجارة الدولية، بتتباع ما بين دول العالم، بتتباع كتير جدا ما بينهم في وسطهم. طيب أهم القارات والدول المربية للأبقار، أكبر قارة في تربية الأبقار هي آسيا، واكبر دولة في اسيا هي الهند، وده راجع لانهم بيعبدوها هناك اساسا. طيب تاني اكبر قارة امريكا الجنوبية، دي تاني اكبر قارة في الابقار. بيجي بعد كده افريقيا وامريكا الشمالية واوروبا واستراليا، بس احنا خلينا نركز على اكبر اتنين. ده بالنسبة للابقار. طب نروح للاغنام، الخروف يعني. تربى الاغنام دي من اجل لحومها واصوافها. ممكن تاخد اللحمة بتاعتها تذبحها يعني، وممكن تاخد الصوف بتاعها وتدخله في الصناعة. زائد ان الاغنام بتحب منطقة معينة كده تتربى فيها، تقول لك بص انا عشان اتربى، عشان استحمل معاك، قعدني في المناطق المراعي التجارية الواسعة، عشان اخد راحتي بقى كده واكل واتغذى ويبقى في حشائش هناك. طيب مين اكبر القارات والدول؟ اسيا طبعا هي اكبر قارة، لان الصين هي اولى دول العالم في تربية الاغنام. بيجي بعد الصين الهند، تاني اكبر دولة، بيجي بعد كده استراليا. طب اشمعنى الثلاث دول دول بالتحديد؟ بسبب توافر الحشائش عندهم. عندهم سافانا، عندهم ستيبس، عندهم كتير. ولو بصينا للرسم البياني هنفهم اكتر. تلاقي الصين هي رقم واحد، الهند، استراليا، مصر، باقي دول العالم بقت، وهكذا. فاحنا كده اتكلمنا على نوعين من الحيوانات مهمين جدا. تعال نشوف بقى باقي الحيوانات التانية اللي ممكن تتربى برضو. عندك حيوانات كتيرة زي الجاموس، الإبل، الماعز، الخنازير، حيوان الرنة. دي كلها حيوانات طبعا مهمة جدا وبتستخدم في الرعي. طيب تعال نشوف بقى ايه المنتجات اللي احنا بناخدها من الحيوانات، زي ايه بالظبط. عندي هنا المنتجات الحيوانية. اول حاجة هي اللحوم الحمراء. اللحوم الحمراء دي هي المنتج الحيواني الرئيسي، اهم واول حاجة بتاخدها من الحيوان. زائد ان اهم الدول المنتجة ليها والدول بتتحفظ بالترتيب، الصين اكبر دولة في العالم منتجة للحوم الحمراء، لان اغلب اللحوم الحمراء اللي عندها بتكون لحوم الخنازير. تاني اكبر طبعا الصين، ما ننساش كل دولة تاخدها تبقى عارف هي فين. الصين القارة بتاعتها تبقى اسيا على طول. تاني أكبر دولة هي الولايات المتحدة الأمريكية، تاني أكبر دولة منتجة للحوم الحمراء. وطبعا الولايات المتحدة الأمريكية موجودة في قارة أمريكا الشمالية. طيب نروح لرقم اتنين من المنتجات الحيوانية، وهي الألبان. الألبان هنا هي ثاني منتج حيواني رئيسي. تاني أهم حاجة بتاخدها من الحيوانات هي الألبان بتاعتها، ده بعد اللحوم الحمراء طبعا. طيب مين اكبر دولة في العالم عندها البان؟ الهند طبعا، لان احنا لسه قايلين ان الهند هناك مش بتذبح الابقار، بيعبدوها، فعشان كده عندهم اعداد كبيرة جدا من الابقار، فهي عشان كده بياخدوا منهم انتاج كبير جدا من الالبان، فبقت اكبر دولة في العالم. فده اسيا طبعا. تاني أكبر دولة في العالم برضو الولايات المتحدة الأمريكية في أمريكا الشمالية. يبقى الولايات المتحدة هي التانية في اللحوم الحمراء وفي الألبان. طيب تالت أو باقي المنتجات اللي باخدها من الحيوان، عندك الأصواف. الأصواف الصوف أو الخيوط اللي بناخدها طبعا من الحيوانات. يعد صوف الأغنام مادة خام أساسية لصناعة نسيج الصوف، نصنع منها الخيوط بقى اللي بتدخل في صناعات الملابس وكده. أهم الدول المنتجة للأصواف هي دولة أستراليا، طبعا لأن أستراليا عندها أغنام مشهورة جدا اسمها أغنام المارينو. أغنام المارينو دي مشهورة جدا بغزارة الصوف، فيها أصواف كتير جدا، فعشان كده بياخدوا منها أصواف ياما وبيدخلوها في صناعة نسيج الصوف. تاني أكبر دولة في العالم بعد أستراليا هي الصين. الصين طبعا نفس الكلام، بتستفاد جدا من الحيوانات بتاعتها في الأصواف. طب الجلود بقى، الجلود رابع منتج حيواني، تقوم عليها صناعات كتيرة.
زي دبغ الجلود وتصنيعها، بنصنع منها الجلود، والجلود بنعمل منها بقى شنط، وبنعمل منها أحذية، وبنعمل منها الحزام. دي كلها اسمها منتجات جلدية متعددة بتتعمل من الجلود بتاعت الحيوانات. فالحيوانات طبعا هنا عندنا مهمة جدا جدا جدا. 4 منتجات حيوانية بالدول بتاعتهم، لازم احفظ الدول كويس قوي. ايه الدول عندك؟ ايه عندك؟ اللحوم الحمراء الصين ثم الولايات المتحدة، الألبان الهند ثم الولايات المتحدة، الأصواف أستراليا ثم الصين، الجلود مش محدد لي دول، بس أنا عندي صناعات كتيرة بتقوم على الجلود. طيب، في سؤالين كده بيجوا على الجزئية اللي احنا قلناها دي. أول حاجة، بيدخل نحو 8% من الإنتاج العالمي من اللحوم الحمراء في التجارة العالمية. ليه نسبة اللحوم اللي بتتباع ما بين دول العالم كبيرة 8%؟ ده بسبب طبعا، او ممكن يجي لي السؤال بطريقة تانية، اللي هي زيادة معدل الاستهلاك العالمي للحوم الحمراء. ليه بنحتاج لحوم حمراء كتيرة وفي طلب على اللحوم الحمراء؟ بسبب حاجتين: ارتفاع مستوى المعيشة في كثير من دول العالم، ارتفاع مستوى المعيشة وزيادة عدد السكان كمان. ارتفاع مستوى المعيشة يعني ايه؟ في دول بقى معاها والوضع الاقتصادي بتاعها كويس، فبتشتري اللحوم وتاكل بقى وكده، زي دول الخليج العربي على سبيل المثال. فتلاقي عندهم مستوى معيشة مرتفع، يذبحوا بقى الأبقار والأغنام والماعز، وأي أكل بيحطوه تلاقي فيه لحمة كتيرة جدا. طيب، تاني حاجة، تنتج مصر من الألبان نحو 6 مليون طن سنويا. مصر بتنتج رقم كبير جدا من الألبان، 6 مليون طن، ده رقم كبير، لكن بالرغم من كده إنتاجها لا يكفي السكان. يا عم ده رقم كبير أصلا، إزاي مش مكفي السكان؟ مش مكفي السكان لأن بسبب زيادة عدد السكان. عدد السكان كتير قوي، احنا 120 مليون، يعني رقم ضخم. فال6 مليون طن دول مش مكفيين ال 120 مليون. تاني حاجة، زيادة الاستهلاك، ان احنا بنشتري لحمة كتير، بنشتري الألبان كتير، فالألبان ما بقتش مكفية. اللبن والجبنة والسمنة والمش عارف ايه الحاجات دي كلها، ما هي دي كلها منتجات ألبان، فزيادة طلب عليها، كمية شراءها كتيرة. فده بسؤالين مهمين جدا وبيتكرروا كتير في الامتحانات: زيادة معدل الاستهلاك العالمي للحوم الحمراء ده سببه ايه؟ او تنتج مصر 6 مليون طن من الألبان سنويا، وبالرغم من كده ان هو لا يكفي السكان، ده سببه ايه برضو؟ فالاتنين دول مهمين جدا. تعال نشوف بقى الدواجن اللي هي الفراخ. تربى في كل دول العالم تقريبا اغلب دول العالم بتربي فراخ عادي. طب ليه بقى؟ لان بتساهم بمنتجاتها من اللحوم والبيض في سد حاجة سكان العالم من الغذاء. انت بتربي الفراخ ليه؟ هتقول لي يا هذبحها واكلها، يا هستفاد من البيض بتاعها. بالظبط، كل دول العالم بتعمل نفس الكلام زيك. طيب، مين الدول الاولى بقى في الدواجن؟ عندك الولايات المتحدة الامريكية، هي اكبر دولة في العالم في انتاج الدواجن. بيجي من بعدها الصين، هي ثاني دول العالم انتاجا للدواجن. يبقى اكبر دولة عندي هي الولايات المتحدة، تاني اكبر دولة هي الصين.